بيطلع لي حبوب كتيره جدا ولا منتج نفع معايا، وعملت كمان سيشنز كتيره جدا ما جابتش اي نتيجه خالص. ده اغلب الكلام اللي بنسمعه واحنا بنعمل الجلسات بتاعه الاي سي سيشنز، اللي هي جلسات علاج الحبوب واثار. خليني اقول لك، لو انت بشره دهنيه معرضه للحبوب وبيطلع لك حبوب بالشكل ده او بالشكل ده، ايه الحاجات اللي تعمليها عشان تعرفي اسباب الحبوب الاول علشان تعالجيها. واوعدك اي برودكت هتستخدميه هيبقى افكتيف جدا معاكي، واي سيشن هتبقى تحفه. اول حاجه لازم نتاكد ان مفيش اي مشاكل في الهرمونات، ما عندناش بي سي او سي، ما عندناش مشكله في البرولاكتين، ما عندناش اي مشاكل خاصه بالهرمونات. تاني حاجه ما عندناش مشكله في الغدد، ما عندناش جرثومه معده، ما عندناش اي حاجه بتاثر ولا على الهضم ولا على البكتيريا النافعه اللي موجوده عندنا. تالت حاجه واهم حاجه وهو اللايف ستايل بتاعك. لو انت بقى بتاكلي شطه، بتاكلي سكريات، بتاكلي نشويات، اندومي، مواد حافظه، فاست فود، كل الحاجات دي بتأثر جدا 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 على ظهور الحبوب في بشرتك، لانه كمان ده بيعلي معانا الكوليسترول فبيزود نسبه. لو ظبطتي اللايف ستايل بتاعك وعرفتي مشكلتك ايه بالظبط، اعرفي مشكلتك، عالجيها، استخدمي اي حاجه، اوعدك انها تبقى افكتيف جدا معاكي، واي سيشن هتبقى بيرفكت، ومش هيبقى بقى فيه ولا حبوب ولا اثار حبوب.